السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اهلا بكم في قناتي وقناتكم قناة اسرار حياتنا لكل المواضيع اللي بتخص الحمل والولادة. برحب بكم في كل مكان وفي اي مكان، وجودكم نورني ومشرفني. النهارده ان شاء الله باذن ربنا احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا، بس قبل ما ابدا عايزاك كلكم تصلوا على رسول الله وتكتبوا اي حاجه فيها ذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب، وعشان القعده بتاعتنا ناخد فيها حسنات وعايزين كلنا نصلوا على النبي. يلا بينا كده ونبدا الفيديو بتاع النهارده انا هقول لكم وصفه بتكبر حجم البويضه وبتساعد على حدوث الحمل، بتساعد على تنشيط المبايض، بتساعد على خروج اكثر من بويضه لحدوث الحمل. والوصفه دي موجوده في كل بيت، لا فيها تكلفه ولا فيها ادويه ولا فيها اي حاجه اللي هي هتخليكي حتى ان انت الادويه او المنشطات زي ما بيكون لها مفعول ايجابي بيكون لها اضرار سلبيه. وكمان بيكون اسعارها يعني في مبالغ في الاسعار بتاعتها. فالوصفه دي موجوده في كل بيت، هتفرق معاكي جدا جدا جدا، هتفرق معاكي بدرجه فوق ما تتخيلي في ان هي تحسن جوده المبيض، وان هي تخرج بويضات صالحه للاخصاب، وان هي تجعل المبيض ينتج بويضات صالحه للاخصاب. طيب الوصفه دي عباره عن ايه او بتتكون من ايه؟ ده اللي انا هقوله لك في الفيديو بتاع النهارده. طبعا انتم مقصرين معايا جدا 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 في دعمكم للقناه، بالله عليكم ما تقصروا معايا، انا ما بقصرش معاكم، وعلى قد ما بقدر بطلع وبقول لكم المعلومات اللي ممكن تكون اي حد محتاجها. بس ما تنسونيش في اللايك الحلو من ايديكم الحلوه تحت الفيديو. اللايك بيرفع الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، دعم منك للقناه، كمان هو بمثابه ان انت في تفاعل على الفيديو، فعشان يقترح من اليوتيوب. فبالله عليكم ما تقصروا في دعمكم ليا احلى واغلى اخوات، ويا رب يجعلني دايما اكون سبب سعاده لكم واكون سبب في فرحه تدخل قلوبكم يا رب العالمين، ويكرمكم جميعا الذريه الصالحه عاجلا وليس اجلا يا رب يا رب يا رب. يرزق كل واحده الذريه الصالحه وتيجي تبشرني هنا وافرح لها. انا بفرح لكم ان انتوا اكتر من اخواتي كمان، والله انا بفرح لكم من كل قلبي. بصوا الوصفه هي عباره عن ايه؟ اولا الوصفه دي هي عباره عن البذور اللي قدامكم دي، تمام؟ البذور دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن بذور الحلبه والحبه السوداء. الحبه السوداء الزيتيه، مش الحبه اللي هي حبه البركه. خلي بالكم عشان في حاجه اسمها الحبه السوداء وفي حبه البركه. طيب اللي احنا عايزينه في الوصفه دي اللي هي حبه البركه مش الحبه السوداء. فرقوا وقولوا للعطار احنا مش عايزين حبه السوداء، مش عايزين الحبه السوداء، احنا عايزين حبه البركه. عشان ساعات العطارين بدل ما بيدوكي حبه البركه بيدوكي الحبه السوداء، تمام؟ فاحنا محتاجين حبه البركه في الوصفه دي، مش الحبه السوداء، حبه البركه، تمام؟ فاحنا هنجيب حبه البركه من عند العطار، وهنجيب الحلبه، هنجيب حبه البركه وهنجيب الحلبه الحصى، تمام؟ اهي انتوا لو ركزتوا في الوصفه هتلاقوا في هنا حبوب سمراء اهي، وفي هنا حبوب الحلبه. طيب اشمعنى بقى حبه البركه مع الحلبه؟ اولا الحاجتين دول اتذكروا في القران، حبه البركه اتذكرت في القران والرسول ذكرها كذا مره وهي سنه. والحلبه الرسول كان بيقول يتوزن بتمنها ذهب، لان الحلبه تعتبر من افضل الاشياء او من اقواها للخصوبه. فالحلبه حلبه يعني الحلبه تعتبر بتجري، لو الوالده خدتها بتجري الحليب في الثدي. لو اللي مثلا اللي عندها ضعف في التبويض خدتها بتزود البويضه وبتجعل التبويض في احسن صوره. لو مثلا انت خدتيها وعندك اي مشكله بتعالج المشكله دي. فسبحان الله الحلبه لها فوائد عظيمه جدا. فاللي احنا مطلوب مننا ان احنا هنجيب الحلبه الحصى من اي عطار، وهنجيب معاها الحبه اللي هي حبه البركه، تمام؟ وهنبدا ان انا اخد معلقتين كبار من الحلبه ومعلقه كبيره من حبه البركه، واحط معاهم نص لتر ميه واغليهم على النار لدرجه الغليان. هتلاقي الميه اتحولت معاكي طبعا للون اللي احنا عارفين اللي هو اللون الاصفر. والميزه في حبه البركه مع الحلبه بتعمل دوتوكس كده، يعني ديتوكس اللي هو بتخرج المواد اللي في الحلبه. يعني سبحان الله حبه البركه اما بتتحط مع الحلبه الحصى بتساعد على
تركيز المواد الموجوده في الحلبه اللي هي اصلا هتساعدك على الحمل. فبتعمل ديتوكس حلو جدا. وكمان حبه البركه بيبقى فيها كمان زيوت طياره بتساعد على الحمل. فعشان كده انا بحب دايما ان انت تخلطي، مثلا لو هتاخدي الحلبه تخلطي معاها حبه البركه، او لو هتاخدي حبه البركه تخلطي معاها الحلبه، وتبداي ان انت تعمليهم على النار مع نص لتر ميه تغليهم. وتاخدي البذور. اولا هتشربي الميه 3 مرات في اليوم، الميه اللي طلعت من الحلبه دي 3 مرات في اليوم، مره على الريق، مره في نص اليوم، مره في اخر اليوم. بالنسبه بقى هيتبقى طبعا في الاخر زي ما انتم شايفين كده، تمام. بتاخديه تحطي عليه معلقه عسل ونص معلقه قرفه. بتاخدي الحبوب اللي هتفضل بعد الغليان وبعد ما شربتي الميه بتاعتها، وتحطي عليها معلقه عسل، نص معلقه قرفه، وتقلبيها وتاكليها كلها كطبق كامل، كوجبه كامله بتاكليها عادي جدا، مفيش اي مشكله. ده مع ده هينشط معاك التبويض جدا. انا بفضل ان انت تاخدي الوصفه دي من اول يوم للدوره لحد اليوم العاشر، عشان تجيب معاكي نتيجه حلوه، وعشان تساعدك اكتر على حدوث الحمل، وعشان تجيب معاكي نتيجه كويسه جدا من اول يوم للدوره لحد اليوم العاشر. هتجيب معاكي نتيجه هايله جدا، هتساعدك على حدوث الحمل، هتبقى من ضمن الوصفات القويه جدا 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 لحدوث الحمل ان شاء الله باذن ربنا. جربيها وتوكلي على الله واستعيني بالله، وان شاء الله باذن الله تجيب معاكي نتيجه، وهتشوفي النتيجه بنفسك ان شاء الله باذن ربنا. بصوا اهو، انا عن نفسي عشان بس في ناس ساعات بتشكك، انت ممكن تاكليها اهو. ليه قررت اكلها؟ عشان في ناس بتيجي تقول لي ايه في التعليقات، انت بتدينا الوصفه وانت اصلا ما تقدريش تاكليها. ازاي يا جماعه؟ يعني حاجه عاديه جدا والله، انا باكلها وسبحان الله. يعني انتوا اللي جربتوها كلها فايده. انا ساعات بقول للناس خدي 7 حبات من حبه البركه على الريق وانت حامل عشان تثبت معاكي الجنين، لان دي اصلا حبه البركه دي لها فوائد فوق ما تتخيلوا. فانا مش هديكوا حاجه تضركم، وانا اكلتها قدامكم اهو وما عنديش اي مشكله. فيعني انتوا اخواتي وصحابي، وانا عايزه افيدكم مش عايزه اضركم ابدا، ويا رب يجعلني دايما في مصدر سعاده ليكم يا رب العالمين، واسمع عنكم خبر خير دايما يا رب. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله، واستنوني في معلومه جديده، وجربوها من اول يوم للدوره لحد اليوم السابع، وان شاء الله نجيب معاكم نتيجه باذن رب العالمين. هسيبكم في رعايه الله واسيبكم في حفظ الله. دمتم بالف صحه سالمين عافيين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.